بدي أحكي شيء بخصوص الذباب الإلكتروني. عندي كم هائل من الوثائق، كوني شخص عندي 10 سنين وتجاربي مع الذباب الإلكتروني الجزائري. الخطط اليومية اللي بنشروها على صفحاتهم أنا موجود معها، كل الخطط اللي بيعملوها، وحاب أقرأ عليكم بس خطط من الأشياء اللي بيعملوها حتى يعرف الشخص المغربي إنه المملكة المغربية بتتعرض لكم هائل من التشويه. أولا، إنشاء مجموعة ماسنجر للتواصل لأن هذه المجموعة قد تخترق. ثانيا، كل عضو يقوم بإنشاء صفحة خاصة على الفيسبوك وجميع الأعضاء تتابعه، هكذا تكبر الصفحات في وقت قصير. ثالثا، البحث في جميع المصادر عن وثائق أو تصاريح أو خرائط موثقة تفيد نضالنا سواء لتاريخنا أو لتاريخهم، ووضعه هنا في هذه المجموعة لكي تكون متاحة للجميع. رابعا، إبداء ثقافتنا وتراثنا في جميع صفحات الدول العربية والإسلامية. خامسا، نوحد الخطوات من خلال مجموعة الماسنجر، نتفق على ماذا سنفعل ومتى نغزو صفحاتهم بالتعليق التي تشككهم في تاريخهم وهويتهم وسيادتهم، وخاصة موقعي أصوات مغاربية وهيسبريس. سابعا، دائما الهجوم ما يكون في توقيت موحد في كل صفحة من صفحاتهم على كل على حدة. ثامنا، التركيز على أنهم لا زالوا مستعمرين وتشكيكهم في سيادتهم على أرضهم. تاسعا، يجب على جميع الأعضاء الاطلاع على معاهدة إكس ليبان لأنها تمثل عارهم وبها نستطيع ضرب صميم حماسهم. عاشرا، لا ندع لهم مجال للرد أبدا. نقطة 11، التركيز على معيشتهم الاجتماعية من فقر وحرمان وجوعهم عبر الفيديوهات المتوفرة على اليوتيوب. 12، التركيز على السياحة الجنسية وبناتهم اللواتي في الخليج وكذا تجارة المخدرات، فهذه الأشياء تشككهم في مجتمعهم. 13، التشكيك في جيناتهم وإبراز أنهم جزء منهم موريتاني والباقي من إسبان وفرنسيس. 14، وهذه نقطة مهمة، هو افتخارنا بأمتنا وبلادنا وتاريخنا وقصف كل من يقول كلمة واحدة عنها.